الفيلم بيبدأ في 2012 وقت ما الدنيا كانت مقلوبة في أمريكا بسبب إن الاقتصاد وقع خالص، فناس كتير اتفصلت من شغلها والبطالة زادت جامد، وده طبيعي خلى الجريمة تنتشر. السجون بقت مليانة على آخرها، فالحكومة سابت شركات خاصة تمسك إدارتها. الشركات دي بقى دماغها شمال شوية، فبدل ما يدوروا على حلول طبيعية عملوا سباقات عربيات جوه السجون. بس مش سباقات عادية، دي حرفياً سباقات موت. كل عربية فيها أسلحة تقيلة، واللي داخل السباق عارف إنه ممكن يموت في أي لحظة. المغري في الموضوع إن أي سجين يكسب 5 سباقات يطلع حر فوراً، وكمان بيعرضوا السباقات دي أونلاين بفلوس، فبيكسبوا جامد جداً. بنروح بعد كده لواحد اسمه فرانك، وده نجم اللعبة كلها، معاه مساعدته كيس. الراجل ده مرعب ومحدش سهل عليه يكسبه. في سباق من السباقات بيكون سابق الكل وقرب يخلص، لكن وراه على طول جو، عدو اللي ما بيهزرش. الاتنين بيولعوا في بعض حرفيا. فجأة فرانك بيكتشف إن سلاح عربيته وقف، فبيضطر يخبط جو بالعربية، بس جو ما بيستسلمش ويفضل يضربه صواريخ. كيس بتنط وتنقذ نفسها في آخر لحظة، وفرانك يعدي خط النهاية، لكن بعدها جو يضرب قذيفة تدمر عربيته خالص. بعد المشهد ده القصة بتنقلنا لشخص تاني خالص اسمه جينسن. ده واحد عادي شغال في مصنع، بس المصنع هيقفل بسبب الأزمة. بيروح ياخد فلوسه بس ما بياخدهاش كاملة، والدنيا تولع بين العمال والأمن. بالليل يرجع بيته يطمن مراته وبنته البيبي، ويحاول يطمنهم إن الدنيا هتتحل. لكن فجأة الكابوس يبدأ. ينزل يلاقي مراته مقتولة، وشخص لابس قناع بيرش عليه مخدر، ويهرب. لما جينسن يفوق يلاقي الشرطة فوق دماغه، وهو ماسك سكينة عليها دم مراته. طبعا بيتقبض عليه فورا ويتحكم عليه. بعد 6 شهور يترحل لسجن مرعب في جزيرة معزولة، وده نفس السجن اللي بيعملوا فيه سباقات الموت. أول ما يدخل المساجين يحاولوا يستهينوا بيه. بعدها في العنبر ناس تتكلم عليه وتقول إنه كان بيسابق عربيات زمان. واحد اسمه باتشينكو يحاول يستفزه ويشتمه ويتهمه إنه قتل مراته، ويحاول يمد إيده عليه، بس جينسن يديهم علقة محترمة لحد ما الحراس يدخلوا يفصلوا بينهم. بعدها يتاخد يقابل مديرة السجن هنسي، ست ناشفة جدا ومفيش عندها هزار. تقوله إن عندها أخطر مجرمين وأي غلط بيتحاسب عليه فورا. وبعدين تفجر المفاجأة، فرانك مات، بس محدش بره يعرف عشان دايما كان لابس قناع. فتعرض على جينسن إنه يمسك مكانه ويلبس القناع، خصوصا إنه سواق جامد. والأحلى من كده إن فرانك كان كسب 4 سباقات قبل ما يموت، يعني جينسن محتاج يكسب سباق واحد بس ويخرج حر. طبعا جينسن في الأول يتلخبط، بس لما يفكر فيها يلاقي إنها فرصة عمره فيوافق. وبعدها بيتعرف على فريق فرانك اللي بيجهز العربية، ومنهم الكوتش قائد الفريق. ومن هنا بقى اللعبة الكبيرة تبدأ، وبيبدأ جينسن يتعرف على باقي الفريق ويفرجوه على العربية بتاعته ويفهموه كل حاجة فيها، من طريقة السواقة لحد أنواع الأسلحة اللي راكبة عليها. ولما سألهم عن الذخيرة قالوا له إن الأسلحة ما بتشتغلش غير يوم السباق بس، وبتتفعل إلكتروني أول ما يبدأ. بعدها خرجوا للساحة وابتدوا يعرفوه على باقي المتسابقين اللي هينافسوه، وقالوا له إن الواد اللي اتخانق معاه في صالة الأكل ده متسابق معاهم واسمه باتشينكو، وحذروه منه ومن الباقي لأن كلهم ناس تقيلة ومجرمين، وكل واحد فيهم قتل قبل كده. يجي يوم السباق بقى، وجينسن ماشي في السجن لابس القناع، وكل المساجين فاكرينه فرانك وبيشجعوه بحرارة. بعدها الحراس بياخدوه على ساحة السباق، والكوتش يقوله ما يتكلمش مع حد لأن فرانك كان دايما غامض، وده كان جزء من هيبته. بعد كده بيجوا البنات اللي بيركبوا مع المتسابقين، وبيكونوا جايين من سجن النساء علشان يساعدوهم أثناء السباق. كيس بترجع تركب مع جينسن زي زمان مع فرانك، والكوتش يطلب منه يشيل القناع جوه العربية عشان الرؤية. وكيس أصلا عارفة الحقيقة إن فرانك مات. السباق بيكون على 3 أيام، وبيتذاع لايف على منصات خاصة، والاشتراك فيه بملايين الدولارات، وكل ده تحت سيطرة مديرة السجن اللي بتحرك كل حاجة من بعيد. وأول ما السباق يبدأ جينسن يدوس بنزين على الآخر. كيس تفضل تراقب سواقته وبتلاحظ إنه شاطر جدا، بس لسه جديد في حوار القتل والأسلحة، فبتساعده وتدخله في طرق مختصرة تخليه يتقدم. وفي أرض السباق بيكون فيه علامات، لو عدى على علامة السيف الأسلحة الهجومية تشتغل،
ولو عدى على علامة الدرع الدفاع يتفعل والدنيا تولع بقى، كل واحد عايز يخلص على التاني. فجأة هنسي تفعل حاجة اسمها رؤوس الموت، ودي عبارة عن سيوف حديد بتطلع من الأرض فجأة. واحد من المتسابقين دخل فيها وعربيته انفجرت على طول، وهنسي كانت مبسوطة جدا بالمشهد. جو من ناحيته بدأ يضرب اللي قدامه بصواريخ بجنون، لكن المتسابق اللي قدامه رش زيت ورا عربيته، فجو اتعطل شوية. بس قبل ما يفرح واحد صيني دخل فيه بقوة قلب عربيته، وبرغم كده قدر يطلع حي. لكن جو جه عليه بسرعة وخبطه بالعربية وخلص عليه. بعدها جو رجع يركز مع جينسن وفضل يطارده، وجينسن حاول يضربه لكن اتصدم ان السلاح مش شغال، بقى محاصر ومش عارف يعمل ايه. ففجأة طلب من كيس تفتح أنبوبة البنزين وقال لها تقعد على رجليه. هي استغربت بس نفذت. بعدها فعل نظام المساعد، ومع البنزين اللي نزل العربية اللي وراهم اتغرقت بيه. كيس بسرعة رمت جهاز إشعال، وفجأة العربية انفجرت، لكن جو كان سريع وعدى منها وكمل مطاردته. السباق يكمل، بس المرة دي جو يقرر ياخد طريق مختصر. بعد كده جينسن يلاقي باتشينكو ماشي جنبه بالعربية، وفجأة يعمل له نفس الحركة بإيده، نفس الحركة اللي المقنع عملها له يوم ما اقتحم بيته. هنا جينسن يفهم على طول إن ده هو اللي قتل مراته. وفي اللحظة دي جو يظهر فجأة ويخبط عربية جينسن بعنف ويعطله قبل خط النهاية بشوية، وبكده الجولة الأولى تخلص وجينسن في المركز الأخير. بعد السباق جينسن يروح لهنسي ويقولها إنه شاكك إن باتشينكو هو اللي قتل مراته، لكنها ترد عليه بكل برود وتقوله إنه هو القاتل أصلا وعشان كده مسجون. وبعدين تطلع له صورة وتفاجئه إن دي العيلة الجديدة اللي بنتك هتعيش معاها، وتقوله لو عايز ترجع لبنته مفيش قدامه غير إنه يكسب باقي السباقات ويخرج. الكلام ده يضايق جينسن جدا ويشد معاها في الكلام، لكن هنسي كانت هادية جدا، وفي نفس الوقت ايدها على مسدس مخبيه تحت المكتب لو فكر يتهور. في الآخر جينسن يضطر يوافق علشان بنته. بعدها يقابل الكوتش ويحكي له كل اللي حصل، ويقول له إنه شاكك إن هنسي هي اللي ورا قتل مراته، وإنها استخدمت باتشينكو علشان تدخله السجن وتخليه بديل فرانك. الكوتش يتصدم من الكلام ويقول له إن محدش عارف الحقيقة كاملة، لكنه هيقف جنبه ويساعده لحد ما يشوف بنته. بعد كده جينسن وهو بيصلح عربيته يشوف باتشينكو قدامه فيتجنن ويروح وراه على طول. أول ما يدخل عليه رجالة باتشينكو يهجموا عليه ويمسكوه ويفضلوا يضربوه. باتشينكو يمسك مفك حديد وبيقرب يقتله ومش فارق معاه حد، لكن فجأة واحد من فريق جينسن يدخل ويضربه، وجينسن يلاقي نفسه ويشد قطعة حديد ويطعن بيها واحد منهم، وبعدها يخلص على الباقي. باتشينكو يهجم عليه لكن جينسن يتصداله ويفضل يضرب فيه بعنف شديد من كتر الغضب. وفجأة باتشينكو يعترف له إن هنسي هي اللي طلبت منه يقتل مراته وإن أولريك هو اللي ساعده. جينسن أول ما يسمع الكلام يجن جنونه وكان لسه هيقتله، لكن فجأة أولريك يدخل ويصعقهم بالكهرباء ويشل حركتهم. تاني يوم تبدأ الجولة التانية وبيكون فاضل 6 متسابقين بس. أول ما السباق يبدأ كلهم ينطلقوا بسرعة إلا جينسن يفضل واقف مكانه. الكل يتفاجئ وبعدها فجأة ينطلق ويختار طريق مختلف، وهو ماشي يكلم كيس ويسألها عن فرانك ويضغط عليها تعترف لحد ما تقول الحقيقة إنها هي اللي عطلت أسلحته في السباق الأخير بأمر من هنسي مقابل إنها تخرج من السجن، وتقوله إنها ما كانتش عايزة تقتله بس كانت عايزة تأخره علشان ما يكسبش. جينسن بعدها يدوس بنزين ويركز على هدف واحد بس، باتشينكو، يفضل وراه لحد ما يلحقه ويتعدى عليه ويبدأوا حرب نار بينهم، كل واحد بيضرب التاني من غير رحمة. فجأة جينسن يلف بالعربية ويقول لكيس تطلق دخان، وبالفعل باتشينكو ما بقاش شايف قدامه ويخبط في الحاجز بقوة وعربيته تتقلب. هنا جينسن يقف بعربيته ويسيب باقي المتسابقين يعدوا ويلبس القناع وينزل من العربية، يروح لباتشينكو مباشرة وبدون تردد يكسر رقبته، وبعدها
يرفع عينه ويبص في الكاميرا مباشرة لهنسي. هنسي تتعصب جدا من اللي حصل وتقرر تصعد الموضوع لأقصى درجة، فتدي أوامر لفريقها يطلعوا المدرعة، وأي عربية توقف قدامهم تتدمر فورا. أول ما المدرعة بتظهر الكل بيتصدم، لأنها مش عربية عادية خالص، دي آلة حرب متكاملة تبدأ تطارد المتسابقين وتضرب عليهم بكل أنواع الأسلحة، وتدمر العربيات واحدة ورا التانية من غير رحمة، لحد ما يفضلش غير جينسون وجو بس. في اللحظة دي جينسون يتواصل مع الفريق على اللاسلكي ويطلب منهم يوصلوه بجو، ويتفقوا مع بعض إنهم لازم يتخلصوا من المدرعة الأول. جو يوافق، والاتنين ينطلقوا مع بعض يحاولوا يشتتوها، وهي بتهاجمهم بعنف. بعد شوية يقدروا يسبقوها، وكل واحد فيهم يدوس على دايرة الدرع، فتطلع سيوف الحديد من الأرض، والمدرعة تدخل فيها بقوة وتتدمر فورا في انفجار ضخم يخلي الكل مذهول. بعد كده يرجعوا هما الاتنين وسط تشجيع وفرحة المساجين باللي حصل. تاني يوم كلهم يتجمعوا في الساحة، وهنسي تعلن إن الجولة الأخيرة هتكون بكرة، وهي اللي هتحدد مين اللي هيكسب، فرانك ولا جو، وتأكد إن اللي يكسب 5 سباقات هيبقى حر ويخرج من السجن. وفي نفس الوقت أولريك ينفذ أوامرها ويحط قنبلة بتتفجر عن بعد في عربية جينسون من غير ما حد ياخد باله. بعد الخطاب جينسون يروح يكلم جو، لكن جو يوضح له إنه هيعمل أي حاجة علشان يكسب ويخرج، وإن الأفضل لجينسون يبعد عن طريقه. لكن في الآخر يتفقوا إنهم لازم يتكلموا قبل السباق. يجي اليوم الأخير والسباق بيكون بالليل. أول ما جينسون يركب عربيته كيس تقوله إن هنسي طلبت منها تعطل جينسون لو قرب يكسب. وأول ما السباق يبدأ جينسون وجو ينطلقوا بأقصى سرعة. جينسون يحاول يفعل السلاح، لكن أولريك يعطله من الكنترول، فجو يستغل الفرصة ويفعل سلاحه ويبدأ يضرب عليه بصواريخ، وجينسون يحاول يهرب منهم بالعافية. العربية بتتدمر جزء كبير منها، فجينسون يطلب من كيس تفك الدرع الخلفي علشان يشتت جو، لكنها ما تنجحش معاه لأنه أذكى من كده. بعدها جو يكلمه على اللاسلكي ويقوله إن القذيفة الجاية هدية ليه، ويضرب صاروخ قوي جدا. جينسون يتفاداه بالعافية، لكن الصاروخ يخبط في السور ويدمره، والاتنين يخرجوا برا مسار السباق. وهنا المفاجأة، إنهم ما كانوش بيتسابوا أصلا، كانوا بيخططوا للهروب. يتجهوا ناحية الجسر اللي بيربط الجزيرة بالمدينة، وهنسي تكتشف الخطة وتقرر تفجر القنبلة اللي في عربية جينسون، لكن تتفاجئ إنها منفجرتش لأن الكوتش كان واخد باله من الخطة من بدري ومبوظها، فتقرر تبعت طيارة هليكوبتر وراهم. في الوقت ده جينسون وجو ماشيين بأقصى سرعة، والشرطة وراهم من الأرض والطيران فوقهم. جينسون يطلب من كيس تطلق أنبوبة الغاز، فيحصل انفجار وسط عربيات الشرطة ويخليهم يخبطوا في بعض على الجسر الضيق. بعدها جينسون يقترح على جو إنهم يفترقوا، وده اللي يحصل فعلا، لكن هنسي تأمر الطيارة تركز على جينسون بس. في اللحظة دي جينسون يسأل كيس إذا كانت جاهزة، فتأكد له إنها معاه، رغم إن هنسي كانت مديالها أوراق الإفراج علشان تطيعه. وفجأة جينسون ينط من العربية في وسط الزحمة من غير ما حد ياخد باله، ويسيب القناع مع كيس، وهي تكمل السواقة بسرعة، والطائرات تطاردها وتضرب عليها لحد ما توقفها. كيس تنزل من العربية لابسة زي فرانك والقناع وكأنها هي جينسون، وجينسون بيكون بيراقب من بعيد. في نفس الوقت جو يجيله علشان يكملوا خطة الهروب سوا، وبينما ده بيحصل هنسي يوصلها صندوق هدية، وأولريك يقولها إن ده بسبب نسب المشاهدة العالية. تفتحه فتلاقي القنبلة اللي كانت في عربية جينسون، وفي اللحظة دي الكوتش يفجرها، وتنتهي هنسي وأولريك بشكل صادم. بعد 6 شهور بنشوف جينسون وجو في المكسيك شغالين في مجال سباقات العربيات، وبعد شوية كيس توصلهم بعد ما تأخرت بسبب إجراءات خروجها، وجينسون يعمل لها مفاجأة ويوريها بنته الصغيرة اللي رجعت لحضن أبوها من تاني. وهنا الفيلم بيخلص. ما تنساش الاشتراك في القناة ولايك، واكتب في كومنت عايز ملخص فيلم ايه الفيديو الجاي.